لو عندك موزة ضاني يبقى دي احلى طريقة هتعمليها بيها، دايبة وزي الزبدة. بجيب الموزة وبنشفها بمناديل، وبكون محضرة توابل جافة اللي هي معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، نص معلقة من الروزماري، ونص معلقة من البهارات. بدعك الموزة من بره بالتوابل دي، وممكن تسيبوها في التتبيلة نص ساعة، وممكن تشتغلوا بيها على طول. في صينية بحضر 3 معالق كبار من الزبدة ومعلقة من الزيت، بسخنهم كويس وبنزل بالموزة اديها صدمة من كل الجوانب. بعدها بشيلهم من الصينيه وبنزل مكانهم ببصلتين متقطعين شرايح، يا دوب البصل يصفر، وهنزل عليه بمعلقه صغيره من الثوم، يا دوب الثوم يطلع ريحته، وهنزل بورق لورا وحبهان. بعدها هرجع الموزه تاني في الصينيه واديها تقليبه كده مع البصل والتوابل، وبعدين هاخد الخليط ده كله واحطه في الكيس الحراري عشان يستوي. ممكن تسووها في الصينيه زي ما هي، تغطوها بورق زبده وبعد كده بورق فويل وتسيبوها ساعتين على الاقل. قفلت الكيس الحراري وعملت له خرمين بالمقص، وحطيت ميه بتغلي في البايركس ودخلتها الفرن ساعتين. بعد ساعتين كانت استوت كده وخدت لون، فتحت الكيس وشلت منه الموز، واخدت بقى البهاريز اللي نازله من اللحمه كلها عشان اعمل بيها الرز. زودت على البهاريز دي معلقتين كبار من الزيت، وحطيت التوابل اللي هي معلقه كبيره من الكركم، نص معلقه من الكاري، حبهان، قرنفل، وعود قرفه خشب، وطبعا الملح. هنزل عليهم بقى بكوبايه من الرز البسمتي المغسول، وبعدها هحط كوبايتين من الميه، وبعد تقريبا 10 دقايق على نار عاليه هجيب لون طعام جل من عند العطار، بحطه في جنب الحله وبقلبه كده في الجزء اللي انا حطيته فيه بس، مش في الحله كلها، عشان يبقى نص الرز بس لونه احمر. وهوطي عليه النار ومش هقلبه خالص الا ساعه التقديم. هحضر سلطه الدقوس، وهي عباره عن طماطم ببشرها بالمبشره من غير القشر بتاعها. هحط لها بقى التوابل: معلقه صغيره من الملح، نص معلقه من الفلفل الاسود والكمون والكزبره، نص معلقه من هريسه الفلفل الحار، ونص معلقه من الثوم المفروم، وربع معلقه من الشطه. هضيف لهم معلقتين كبار من الخل، وكده الصلصه هتبقى جاهزه معايا. كده بقى احنا جاهزين للمعركه: الرز ومعاه المكسرات وسلطه الدقوس، وفوقيهم بقى الموزه الدايبه الرهيبه، والزبده مخلياها طريه وتحفه. لازم تجربوها.